لا للحجر الصحي، بغينا ندخلوا للمغرب بدون حجر صحي، قرار خاصو يتحيد. الجاليه اللي في الخليج لا تملك ابار البترول، ابار ماشي ديالنا. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something زوينه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. هذا الفيديو تلقاكم بصحه وسلامه. بالنسبه للناس تاع الخليج كيبقى الخواطر شويه من يعني جراء القرار اللي صدرته الوزاره مؤخرا، والناس اللي في حبابنا اللي في المغرب يعني كنتمنى شويه ما تبقاوش مقلقين واخدين في خاطركم. كنشكر الناس بزاف 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 اللي تفاعلوا لي على لا فيديو الاخرى وشاركتوني ارائكم، شاركتوني احاسيسكم، شاركتوني مشاكلكم. وكنشكر حتى بعض يعني كلكو بيرسون يعني اللي كانوا انتقدوا شي انتقادات ماشي تلهي، ولكن شنقول لكم مشاهديني كفيتوا ووفيتوا، جاوبتوهم وعطيتوا الجواب الصح. كنا سمعنا الخبر اللي تصدر من طرف صاحب الجلالة محمد السادس الملك تاع المغرب، اللي هو تم اول شيء انه رجع الاسعار الحقيقيه ديال التيكيت سواء الطيران الجوي او البحري. خلى الناس انها تراجع في الاسعار اللي عطات، اللي كانت اسعار خياليه وحشومه هادشي. علاش حنا كنحاول نمصوا الدم بعضياتنا، علاش كنستغلوا بعضياتنا. وكتقول لك لا راه ما كاينش الفساد، هذا هو الفساد بعينيه. يعني حشومه حتى ان الملك يتدخل في الاسعار ديال التيكيت. علاش ما كتخدموش فيما يرضي الله؟ علاش ما كتاكلوهاش حلال؟ علاش دائما كيخصكم غير شي هوته فين تبان باش تبداو تمصوا الدم ديال خوكم المغربي؟ علاش هادشي تا هو ما كاينش ياك يعني بالنسبه للناس اللي كتنفي هادشي ما كاينش. بالنسبه للقرار الثاني هو حيد الرخصه ديال استثناء السفر. بالنسبه لي انا هذا اصلا ما خصوش يكون، ولا بقى ما يعني ما تعنيني حتى شي حاجه. باغ كونطخ اللي مهم هو الغاء الحجر الصحي. نعم كنطالب منكم من هذا المنبر انكم تقطعوا هذا الموصو او لا فيديو كامله تبارطاجيوها باش نوصلوا للمسؤولين. حنا ما باغينش الحجر الصحي، وكاو حتى لا فرضوا علينا الحجر الصحي ما يكونش على حسابنا، ما يكونش على حساب المواطن المغربي. اذا انا يا دولتي الحبيبه داخله عندك كلين، ما جايبه لا فيروس لا والو، دايره لك البي سي ار ديالك. علاش تفرضي لي الحجر الصحي؟ يعني الا فرضتي الحجر الصحي غتحملي انت مسؤوليته المصاريف ديالو. الناس مزوجين اجانب 5 سنين ما نزلوش للمغرب ومقطعين لي تيكيت ب4 ديال المليون، دابا وصلوا للطلاق مع الازواج ديالهم باش يسافروا للمغرب. اشنو غيديروا دابا؟ وحده ميت ليها خوها، وحده ام مريضه كتصرف عليه. حشومه هادشي، حشومه اننا نبقاو عارقين هنايا. او كاينين حلول بديله يعني بحال مثلا هنا دوله الامارات. غتبقاو تقولوا لي تقارني، المهم غادي نجاوبكم في الاخر لا فيديو. بحال دوله الامارات هنايا نهار اللي دارت الحجر الصحي دارتو بلا ريال بلا جوج. الناس جلسوا واكلين معززين مكرمين، واكلين شاربين بلا ريال بلا جوج. وثاني حاجه اللي دايرها اللي هي مزيانه اللي هي مساله المكانه. كاين واحد المكانه دابا نيت واحد السيده مريضه مشات جلست في دارها، ركبوا لها المكانه في الايد وتياخذوا الاي بي ديال التليفون ديالها باش يتابعوا المسار واش السيده فعلا ملتزمه بالحجر الصحي اللي مفروض عليها ولا ما ملتزماش به. اذا ما ملتزماش به كيوقفوا عليها تتخلص غرامه. قانون بين. دونك حتى حنا كنطالبوا الدوله ديالنا يعني تعمل لنا حلول بديله. بالنسبه للناس اللي تيقول لك حقا وراك نتيا ما فاهماش علاش داروا لكم هذا الحجر الصحي، حيت كاينين الهنود، والهنود هازين السلاله
ديالها 20. يعني الاخرى هاد الهنود كاينين في الامارات، هاد الهنود ما كاينينش في المانيا، ما كاينش في انجلترا اللي كيكونوا فيها الهنود بزاف، في امريكا اللي كيكونوا فيها الهنود بزاف. الهنود خلاو سطح الارض كله وجاو حتى الامارات او الخليج يتجمعوا فيه. باش نزيدكم ان دوله الامارات الناس اللي ما ملقحينش مطالبين كل اسبوع باش كيديروا الفحص الPCR، وان كاينين غير 70% من الموظفين اللي كيكونوا في الشركات ومن الاماره واخا تكون عامل تلقيح، يعني من اماره يعني من مدينه واخا تكون عامل التلقيح تدير الPCR كتدخل، وهذاك الPCR كيكون صالح لمده يومين او 3 ايام وكتعاود PCR واحد اخر. هادشي كاين في المغرب؟ لا ما كاينش. المغرب كاين الحجر على مثلا عندنا حنا على الجامع، ولكن الطوبيس كاين اكتضاد، كاين السيبه مثلا في الطاكسيات اللي مثلا عاطينهم واحد القانون باش يهز 4 ديال البلايص، كاينوض مول الطاكسي كيقول لك غادي تخلصني في الدوبل حيت الدوله فارضه عليا غير 4 البلايص ماشي 6 البلايص ياك، ولكن ملي كتخلص له الدوبل وكيزيد شويه ديك 6 كيكملها تيزيد 2 اخرين، كتقول له اسيدي شنو غادير، كيقول لك ماشي مشكل راه غيجي لنا هنا. هادشي ما كدويوش عليه. لا سيدي، حنا ما خصناش نغطيو الشمس بالغربال، كيف ما كاين الزوين كاين الخيب. كنطالبوا بهذا القرار خاصو يتحيد. الجاليه اللي في الخليج لا تملك ابار البترول، ابار ماشي ديالنا، ديال مواليهم. داكشي علاش تكيسوا على خوكم المواطن. راه حنا ما كنشطبوش هنايا، كنمشيو نخشيو يدينا في بركاسه وكنهزوا الفلوس ولا كنلقاوهم تحت الطابيه ديال الباب، والله الا كنضربوا عليهم تماره. ودرجه الحراره عندنا هنا كتوصل حتى ل 60. راه البنوات في لوطوروط كيتفرقعوا، كيبان لك البنوه في الصيف هكا كطرطق. راه حنا صابرين للصهد، صابرين للحراره. الناس ديال اوروبا وامريكا صابرين للبرد. علاش كل لقينا هادشي حنايا في البلاد، كل لقينا الخدمه، كل لقينا التعليم، كل لقينا الصحه، ما غاديش نهربوا، ما غاديش نخليو خبيزه القمح ومريقه ديال الغدا مجموع عليها باك امك واختك ياكم اللي امك تمرض تمشي معاها للسبيطار، ونخليو هادشي كله ونجيو هنا مغربين كناكلوش ماكله يعني صحيه، ما كاين غير الفاست فود. وهذا رغم ذلك حنا هازين اقتصاد البلاد، كنساهموا في اقتصاد البلاد، كنحولوا كل شهر ناس كتنزل كدير الديور، ناس كدير المشاريع باش انت كتجي تخدم وتجي تقول لي انت اصلا اش داك، وانت اصلا كون قديتي كون كان عندك الدراع او لك وكانت عندك شي كرتونه كتحمر الوجه كنتي غادي تمشي حتى غادي تغرب، كنتي غتحس بقيمتك. انت ما حاسش بقيمتك، كنتي حاس بقيمتك كنتي غادي حتى يا اما يكون عندك هذا ولا تكون عندك الكرتونه وغادي تهز قلوعك وغادي تمشي، ولكن انت ما عندك حتى شي حاجه فيهم ساهر غير الاعتقاد. ولا وانتم اصلا ليش جايين؟ اسمح لي ما جايينش لعندكم، جايين عند حبابنا واهلنا وارضنا ووطننا، ندخلوا ليه وقت ما بغينا ونجيو ليه وقت ما بغينا. ماشي ما عند شي حق شي واحد انه يقول لنا علاش جاي. انا ملي انتقدت الدوله خويا او اختي، سيري ديري الفرق ما بين الدوله والوطن. الوطن كون ما كنتش انا وطنيه ما غادي نعلقش هاد الدرايه الحبيبه عندي، كون ما كنتش وطنيه ما غنهضرش. وبالمناسبه الفيديو اللي فاتت حيدت منها هاد اللقطه باش ما تجيش لا فيديو طويله غادي تشوفوها. اني مسؤولين الارض راه ما دارت والو، راه انفو تنزلوا قسما بالله انفو تنزل من الطياره راه تنشم اول حاجه داك الاكسجين ديال بلادنا. راه ما نقولش لك، راه لا تضاهي اي حاجه، ماشي بحال الاكسجين ديال الاي سي اللي هو اللي كنشموه ديال الضوء. راه كنقول يا ربي حمدتك وشكرتك انني خليتيني حياتي شميت هاد الهواء. باش تجي تقولي لي شوهت المغرب شنو؟ بنت لك انايا طالعه في فيديو في لابيسين بدو بياس، ولا بنت لك قناتي ديال التفاهه، ولا اشنو يعني باش حنايا نتخيطيو لي بروبليم ديالنا ونحاولوا يعني انت تهضر على المشكل وانت ونحاربوا الفساد ونحاربوا الرشوه ونحاربوا السيبه ديال البلاد باش نتقدموا باش نجيو نعيشوا ببلادنا نفتخروا بها اكثر باش يولي المغرب من الدول الناميه للدول المتقدمه. كتقولوا احقا شوهتي المغرب. نتوما بالنسبه لكم اللي كيفتخر اللي كيشرف المغرب، بالنسبه لكم اللي كيشرف المغرب هو اللي كي هو هنا في الخليج وكتفرجوا فيه وكتدعموه وكتخلصوا وكيهضر معاكم بالخليجي. كاين غير حياكم الله حبايبي شلونكم، هلا خالد، هلا
عبد الله هلا فلان، يعني هادو بالنسبه لكم اللي يضلوا بالجوع في ديورهم وكيمشيو للريستورانت وكيحاولوا يفلوغيو باش ياكلوا فابور ويجيو يتبوزاو وانا كليت وانا شريت وانا هادي وانا في اي بي. هادوك بالنسبه لكم هما اللي نتوما عندكم واو شرفت المغرب في الامارات. الوطنيه ديالي انا كانت فيا قبل ما انا نجي للدنيا او لحق قبل ما انت تجي للدنيا. علاش؟ حيتاش الوالد ديالي اللي واقيلا دار واحد الحاجه اللي ما دارهاش باك ولا ما دارها حتى شي واحد في عائلتك، اللي هو مشى حرر الصحراء اللي نايض عليها دابا الحرب، اللي نايضين عليها الاعداء ديالنا، الناس مهاجمانا، الخريطه داك الخط ديال الخريطه الوالد ديالي مشى حرو. ما انت شنو درتي اللي كتجي تقول لي شوهتي؟ بالعكس الوطني انا في دمي، وراك شتي في الفيديو المغرب افديه وانا كنشرف المغرب، وماشي انا جايه هنا غير كنترزق الله وصافي. بالعكس كنحاول نطلع حتى السمعه. الناس اللي قرابين ليا راه تيشوفوا لي ستوري ديالي حيتاش واتسابي فيه الاجانب الناس عرب. دائما تنحط فيديوهات على المغرب، تاريخ المغرب، تقاليد المغرب، ثقافه المغرب، يعني كنحاول نرفع السمعه. الباسي مغربي، ماكلتي مغربيه، هضرتي حتى في الخدمه من غير الهضره في اطار الشغل، يعني باش انا ما يوقعوش لي مشاكل كنحاول نهضر بالعاميه، كنهضر بالمغربي، يعني خارج اطار المحادثات ديال الخدمه كنهضر بالمغربي. ملي كنلقى شي مصطلح مغربي والاصل ديالو عربي بحت، لغه عربيه قديمه، تنجي تنقول لهم حنا من الناس ما جايينش من المريخ. تلقاني تنحارب في السوشيال ميديا سميتو تنتحارب مع الجيران. انا الجيران الا كانوا غيتابعوني وجايين ضد الوطن ديالي ما عندي ما ندير بهم. انا ما غاديش نبقى نقول لكم ديك خاوه حقا باش ننال المشاهدات. والناس اللي كتقول لك حقا المشاهده والباز وكذا وكذا، جبت لك انا قناتي كتضرب 200 كنحط فيديو كيضرب ليا 200 راه الناس اللي كيضربوا هاد الارقام هما اللي كيتخلصوا شهريا. انا قناه مبتدئه، النهار الكبير عندنا ملي كتحط فيديو كيوصل في 24 ساعه 1000 مشاهده. هذا هو النهار الكبير، ما كنتخلصوش. اش تخلص؟ اش تجيك $10 في الشهر ما غاديش تخرجها. كتقول لك حق علاش كون ما بغيتي البوز علاش حاطه الفيديو فيه الاشارات حتى كون ما باغي المشاكل كون ما محسد وفيك السم غادي تمشي تنزل، غادي تتفرج ولا ما تتفرجش ولا نزل هذيك لا فيديو داونلود وتفرج فيها بلا اشارات. تقول لي انت على هاد الهضره اللي قلتي راه غادي تبقاي تما. مالي اختي شنو قلت ياك ما السوارات ديال المطار في يديك. وبالنسبه لواحد قال لك اصلا الامارات فيها غير اليد العامله، يعني الناس مساكن، يعني اللي حسن العوان دوك اللي يخدموا داك الاشغال يعني الصعبه، سيكوريتي، سرباي، مهم اللي فيهم تماره. اش نقول لك؟ المهم حلال، هذا هو المهم. الا انت كتفضل انك تاخذهم حرام وما تضربش فيهم تماره، اسمح لي هذيك تربيتك. حنايا الحمد لله مربيين على الحلال، ما كيهمش انه خدام في بيرو ولا خدام بالكتاف ديالو بصحته، المهم انه كيجيبهم حلال، فهمتي؟ وحتى انت راه ضروري يا اما باك يا اما خالك يا اما خوك، ضروري عندكم شي واحد في التريكه ما سهلش عليه الله ظروفه، المكتب ما عندوش واحد المستوى دراسي غيخول لي انه يجلس مرتاح في البيرو ديالو ويخدم. ضروري دونك راك تعير انت تصيلتك هي الاولى باش تفهم. وهاد العبده اللي كتهضر معاها وكتقول ويعني كتادريسي ليا لو ميساج باك بلس 4 زائد 10 سنين ديال ليكسبيريونس وجايه هنا بشواهدي، فهمتي؟ والدليل هو هذا، ها الشركه محاش وقيلا انت اصلا واش فاهم شنو هو بعدا جرافيك ديزاينر، وباش تحط لك اي مسمى وظيفي اللي انت قريتي عليه باش يتحط لك في هذه الاقامه خص اولا تكون قاري في ليطا في المغرب، ما تكونش قاري بالفلوس. ثانيا كتمشي الشهاده ديالك كتمشي للمقاطعه والعماله والوزاره الخارجيه ديال المغرب والسفاره الاماراتيه اللي كاينه في المغرب وكتصيفطها في DHL وكتجي هنايا القنصليه ديال الامارات باش كتصادق مره اخرى كيطلع لك هادشي ب2000 درهم. وسير الا ما عندك شي حد في الامارات باش ياكد لك هادشي ادخل الجروب ديال الاماراتيين وقول لهم الا بغيت نصادق على شهاده باش تكتب المسمى الوظيفي في الامارات، قول لهم شنو غادي ندير. اذا ماشي ساهل باش كتكتب المسمى الوظيفي ديالك. واخيرا باش نختم الفيديو ديالي كنطالب من المسؤولين وكنطالب من الملك حتى هو يتدخل انكم ديروا لنا
حل لهاد القضيه الحجر الصحي، لانهم ما مسلكناش بتاتا. كاين اللي واخد غير 10 ايام، كاين اللي راه ماشي كل شيء. راه كنقول لكم حنا راه ما لاباسش علينا، راه حنا كنضربوا تماره في الخليج اكثر من الناس تاع اوروبا. راكم عارفين الفرق ما بين الخليج والفرق ما بين اوروبا، ما نحتاجش نبقى نعاود نقوله. وكنتمنى انكم تبارطاجيو لا فيديو في النطاق الواسع باش كلنا لا للحجر الصحي، لا للحجر الصحي. بغينا ندخلوا للمغرب بدون حجر صحي، بغينا نشوفوا حبابنا، بغينا نعيدوا مع احبابنا. والسلام عليكم.